السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني كتير. يلا زي ما اتعودنا مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده جايه لكم فيديو هنعمل القرنبيط، بس هنعمله بطريقه جديده شويه. مش هنعمله زي ما كل مره واخدين عليه. بصوا القرنبيطه ما شاء الله كبيره، فتعالوا بقى مع بعضنا نشوف هنعمل ازاي. اول حاجه معانا طبعا الكبه. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنحطها كده مع بعضنا الخضره طبعا انا كنت غسلاها ومنشفاها ونزلت لها في الكبه. معلش بقى اعذروني عشان صوتي مغير شويه عشان عندي برد. هنضرب الخضره كويس. ما شاء الله اللهم بارك، الكبه دي بجد ايدي ورجلي. اي حاجه دلوقتي عايزه اضربها يعني وفرت لي الخلاط كتير بصراحه. ضربنا الخضره. طبعا انتوا عارفين كلكم خضره القرنبيط يعني عشان انا ما بركزش في الاسامي زي ما قلت لكم. ضربت الخضره وهقطع القرنبيط. الطريقه دي بقى بتريحك مع ولادك، يعني لو عندك حد ما بيحبش القرنبيط الطريقة دي بجد تحفة، يعني هتحسي انك بتاكلي حاجة حلوة كده. هتشوفوا شكله في الاخر هيبقى عامل ازاي. بصوا هنقطع القرنبيط، انا كنت سلقاه كويس عشان انا عايزاه ناعم، مش عايزاه يبقى فيه حتت تكتلات ولا اي حاجة. قطعت القرنبيط كله اهو. تيجي بقى وانت تتفرجي عليا تصلي على النبي وتقولي لي ايه رأيك في الطريقة بتاعت النهاردة. كده قطعت القرنبيط والخضرة وحطيتهم على بعض اهو. قلبتهم. بصوا شكل الخضرة شكلها اللهم بارك حلو اوي. هنكمل بقيت بقى بصلاية كمان صغيرة، مش عايزة بصلاية كبيرة، بصلاية صغيرة. وفص توم بقرن فلفل نزلتهم برضه في الكبة. وبرضه هضربهم عشان التوم البصلة بتاعتنا تنعم شوية. بعد ما ضربتها بصوا بقى الحركات دي، حد بيعرف يكسر البيض بيضة واحدة كده؟ بصوا بإيد واحدة، بصوا يا جماعة، سلام سلام عليك يا أم أسامة. بإيد واحدة وفضيتها. اكسر وفضي. بيضتين وهنحط عليهم حبة دقيق ومعلقتين نشا. النشا هتخليها مقرمشة من بره كده وتديها طراوة حلوة، والدقيق هيبقى مطريها من جوه. هنضرب ده كله. ادي بص هحط الدقيق اهو. متنسيش تشتركي في القناة وتدوسي لايك. اهو بص يا جماعة، حد عنده برد زيي ولا انا لوحدي اللي تعبانة؟ لو حد عنده برد يدعيله وانا هدعيله ربنا يشفينا جميعا يا رب. المهم ادي ضربتهم كده. ضربتهم برضو في الكبة. بصوا الخليط بقى ناعم ازاي. بصوا هنحط بقى حبة ملح. طبعا خدوا بالكم يعني من الملح لان احنا كمان كنا حاطين فص توم فيه حبة ملح، فاحنا مش هنكتر الملح اوي. وطبعا كالعادة الشطة المكون الرئيسي بتاعي. بصوا هنحط حبة شطة حلوين بصراحة. والشطة دي أسواني يعني مقولكوش عليها عاملة ازاي. وحبة كمون، بس انا ما بكترش في الكمون عشان بحس ان هو بيديله، ما بكتر منه بيدي مرارة كده في الاكل. متنسوش بقى لو انتوا بتتفرجوا عليا تقولوا انتوا بتتفرجوا عليا من انهي بلد، وتقولوا لي استعدتوا لرمضان ازاي. انا بدأت اخزن حاجات لرمضان. طبعا انا كنت بخزن قبل كده. انا خزنت ورق عنب وخزنت ملوخية وخزنت بامية. الحاجات دي مخزناها وشايلاها في الفريزر بصراحة ربنا قبل ما اعمل القناة يعني. فمعلش بقى سامحوني، ان شاء الله لو ربنا جمعني بيكم ان شاء الله السنه الجايه ابقى اوريكم يعني. بصوا بقى انا ايه، عملتها زي القرص كده، زي كانك بتعملي طعميه، وحمرتها في زيت. الطريقه دي يا جماعه بتوفر معاكم في الزيت جدا، يعني انا ما شاء الله اللهم بارك. اللي شفتوا الكميه اللي في الطبق دي انا عاملاها بحبه الزيت دول. متنسوش بقى لو عجبكم الطريقه تدوسوا لي لايك واشوفكم على خير.